سلطان صاحبه، وقال أول ما رد عليه: البنت في طريقها ليكم، يا ريت بقى يبقى عندكم منه انت وجدتك وما تفضحونيش، فاهم يا سلطان؟ اوف يا عم، اخيرا حد هيجي. انت مش عارف انا عايش في جحيم قد ايه يا مهاب؟ جحيم. ربنا يستر يا سلطان، والبنت دي بقى تكمل معاكوا شهر، هي شكلها بنت ناس كده ومحترمة. يا رب يا مهاب، عاوز ابقى بقى افول الشغل، والدنيا باظت خالص عندي. صح، هو انت عملت ايه؟ قدرت توصل لميرا؟ ضغط سلطان على اسنانه بغضب وهو بيفتكر ميرا مراته اللي سرقت عقود مهمة وورق مهم من الشركة، وكانت الورق ده كان خاص بالصفقات، وسافرت عشان تضغط عليه عشان يصفي شغله ويسيب جدته ويسيب البلد كمان ويروح يعيش معاها في دولة أجنبية، وده بعد ما يكتب لها كل فلوسه. لسه يا مهاب، لسه. وده اللي مجنني، والمصيبة بقى إنها هربانة برا البلد، وكل مرة بتكلمني من رقم غريب ومش قادر أوصل لها. أنا حاسس يا سيدي إن أنا في دوامة. طب بقولك إيه، ما أنا ليا واحد معرفة شغال في الحاجات دي، إيه رأيك أوصلك بيه؟ مش فاهم حاجات إيه اللي شغال فيها؟ افهم بقى يا سلطان، يعني ليه علاقات يقدر يوصل بيها لمكان ميرا. وساكت يا مهاب، حرام عليك، شركاتي هتفلس وهتروح في داهية لو ما وصلتش لميرا في أقرب وقت. وصلني بيه بسرعة. بس كده عينيا، بس عد بقى الجمايل يا عم سلطان. يا عم أنا هعدها ما تقلقش، بس انجز بقى وكلمه. ماشي، أنا هنجز وكمان هكلمه، ويا ريت انت كمان تنجز وتروح القصر وتقابل البنت وتفهمها طباع جدتك قبل ما حفيظة هانم تقوم بالواجب، هي زمانها وصلت دلوقتي. طب تمام، هروح اهو، يلا سلام. وفي قصر سلطان الشامي فتحت حور عينيها على وسعها بصدمة وذهول أول لما دخلت القصر، وقالت بصدمة: إيه ده؟ هي البيوت والناس دي بجد وحق وحقيقي، مش في الأفلام بس؟ لا لا، عيب كده يا بنت يا حور، انت هتحسدي الناس ولا ايه من أول يوم شغل ليكي؟ لا يا ست، عيب كده. هي فين الزفتة دي؟ انت يا بنت انتي. حور بلعت ريها بقلق وقربت من حفيظة وبتقول بارتباك: يا منجم من المهالك يا رب، من دي؟ نعم نعم، حضرتك تقصدني أنا؟ انت شايفة حد هنا غيرك يا مفعوظة انتي؟ ها؟ لا لا لا، مفيش حد هنا غيرك. يبقى صوتك انتي، استني. انتي بقى اللي بعتوكي من مكتب البغبغان اللي اسمه مهاب عشان تاخدي بالك مني. بغبغان؟ واخد بالي منك؟ هو يوم يعني باين من اوله. انا كان ناقصني نسخة تانية من جدي يا ربي. بتبرطمي تقول ايه يا بت انتي؟ ها؟ ولا حاجة يا فندي، بقول انا اللي بعتني مهاب بيه عشان اكون في خدمتك. ما طبعا لازم تبقي في خدمتي، انت بتاخدي شوية. يلا روحي هاتيلي اكلي، انا لسه ما فطرتش. مصيبة ايه دي بس يا ربي؟ تعالي هنا. انت بتقولي ايه يا بت انت؟ لا ابدا، بقول لحضرتك حاضر، هروح اجيب الاكل اهو، بس عرفيني المطبخ فين. اهو عندك هناك اهو، يلا. صبرني يا رب. حاضر. صح، بالمناسبة أنا اسمي حور يا فندم. يوه، حور ولا بور؟ ما يهمنيش، يلا روحي غوري هات الفطار. حاضر حاضر. هو يوم شغلنا باينة من أولها، هي وجد الخالق الناطق. قطعت حور كلامها وصرخها بألم أول ما حفيظة مسكت شعرها وبتقول بغضب وهي بتهزها بإيديها: تعالي هنا، مش قلتلك انك بتبرطمي وفاكراني مش واخده بالي؟ انطقي، كنت بتقولي ايه؟ اه اه يا هانم، عيب كده، ما يصحش تسيبي شعري. هيتقطع في ايديكي. ابدا، لازم تقولي كنت بتبرطمي، بتقولي ايه؟ ما قلتش حاجه، انا همشي من هنا، انا ايه اللي جابني هنا يا رب؟ وكمان عاوزه تمشي قبل ما تجيبيلي الفطار؟ قطع كلام حفيظة صوت سلطان اللي دخل مصدوم على صريخه، وقرب بسرعة منها وبيحاول يخلصها من ايد جدته وبيقول بحدة: ايه اللي بتعمليه ده يا جدتي؟ ابعدي عن البنت. انت كمان بتحامليها؟ لحقت تسرقك مني؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة اللي انت فيها يا حور. يا جماعة، اسرق مين بس؟ مشوني من هنا. سلطان قرب أكتر من حور عشان يفصل بينها وبين جدته وقال بأسف:
اهدي يا أنسة، أنا آسف جدا. قطع كلام سلطان حركة جدته المفاجأة اللي خلته بعد ما خلص شعر حور من ايديها واختل توازنه وقع على الأرض ومعاه حور. واللحظات فضل مركز في عيون حور اللي أثرته بملامحها، وملامحها اللي بقت حمرة زي الفراولة، لحد لما الألم ظهر على ملامحها مرة تانية وصرخت بوجع وصوت حفيظة بتقول بعد ما مسكت شعرها من تاني ترفعها: قومي هنا كلميني، انت جاية تعكسي حفيدي من أول يوم. الدموع اتجمعت في عيون حور اللي قالت بقهر وعصبية من الإهانة اللي شافتها: بس ابعدي بقى وسيبيني، أنا همشي من هنا وعندك حفيدك أهو، مش ناقص منه حتة. انت يا بنت انت بترد عليا. صوت سلطان الغضبان سكتهم هما الاتنين وهو بيقول بانفعال: بس لحد كده وكفايه، كفايه يا جدتي، ابعدي عن البنت حالا، ولا اقسم لك انك مش هتشوفي وشي تاني ابدا. وانت يا انسه ممكن تتفضلي قدامي على المكتب وببلد اجنبي. وانت فاكرة بقى يا ست ميرا ان سلطان بالسذاجة اللي انت متخيلها دي هيبيع الكل ويجي وراكي؟ يا حبيبتي سلطان لو كان شريكي كان زمان وافق من الاول، من ساعة ما سرقت عقوده وورق شركته، وبعدين كل العقود اصلا باسمه. قصدك ايه يا بابي؟ يعني كل اللي انا عملته ده راح على الفاضي؟ يعني ما خدتش حاجة من هروبي غير عداوتي معاه؟ ما هو عشان كده بقولك انك غشيمة ومعرفتيش تلعبيها صح. يعني اعمل ايه انا بس دلوقتي؟ مش انت اللي كنت بتقولي على قد ما اقدر اخد فلوس من سلطان؟ بس مش بالطريقة دي، تخليه يديكي فلوس وكمان يكتب لك كل حاجة باسمك، مش تسرقي كمان ورقه. شكلك انت اللي فاهم غلط يا بابي، الورق بقى اللي معايا اهم 100 مرة من الفلوس واللي كان ممكن يكتبولي باسمي. الورق اللي معايا ده ورق مناقصات سلطان كلها وحسابات شركته، ده غير العقود اللي من غيرهم يعني هيروح في داهية وشغله كله هيبوظ. وانا اللي كنت فاكرك خايبة، عفارم عليك يا ميرا، طلعت بنت ابوك بصحيح. عشان تعرف بس يا بابي. طب انت ناوية على ايه دلوقتي؟ سلطان قدامه حل من الاتنين، يا اما يوافق على طلباتي وشروطي وينقل ملكية الشركات والقصر باسمي او بيته يخرب. طب وايه لازمتها سلطان دلوقتي؟ اسمعي، احنا مش قد سلطان، ولو قدر بقى يوصلك مش هيرحمك، ده غير ان عمره ما هيآمن ليك تاني. اسمعي، احنا لازم نسلم كل ورق سلطان ده اللي هيستفيد بيه ونطلب قصاده اللي احنا عاوزينه. ها قلت ايه؟ طب وانت هتجيبه منين؟ ما تشغليش بالك انت، انا هتصرف وابلغك. المهم انك تفضلي زي ما انت، ما تتوصليش معاه ابدا، فاهمة يا ميرا؟ ما تتواصليش معاها ابدا. تمام يا بابي.